لو انت بتحبي الكريم كراميل يبقى لازم تعمليه بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ان انا كنت من الناس اللي بتفشل فيه جدا، ما كانش بيطلع معايا ناجح، بس بعد طرق كتيره وبعد اكتر من مره اتوصلت للنتيجه دي. وعايزه اقول لكم، يلا بقى بينا ندخل على المقادير. انا معايا كيلو لبن، تمام، عليه كوبايه سكر، عليه 6 بيضات. واهم حاجه يكونوا احلى، يعني الافضل انه بيض بلدي. هناخد نص كميه السكر هنحطها علشان نعمل بيها صوص الكراميل. حطيت نص كوبايه السكر، عليها ربع كوبايه ميه، وما بقلبهاش في البدايه، بفضل اهز الطاسه كده، تمام، لحد ما ياخد اللون الجولد. مش عايزينه يبقى اللون بني علشان ما تتحرقش. السكر لما بيكون غامق قوي بيتحرق، تمام. هتبدا تغير كده لونها زي ما انتوا شايفين وانا ببدا اهز الطاسه. عايزه اقول لكم تتبعوا الخطوات بجد هتفرق معاكم، واعملي المقادير بالظبط. انتوا شايفين دي كوبايه العصير، لو انتوا بتحبوا الحاجه زياده شويه دي بتاعتك انتي بقى، تمام. تمام، اهو هو كده بدأ يغير لونه. واهم حاجة ربع كوباية المية، وهي كل المكونات يا بنات بتاعته موجودة في البيت. يعني حاجات بسيطة. نزلت بنص معلقة سمنة صغنطوطة خالص، بصوا بتخلي طعمها حلو قوي قوي قوي، تمام. وخلوا بالكم ما تخلوش السكر يكرمل منكم لحد ما يتحرق، يعني لونه يكون ذهبي كده فاتح حلو، يعني ياخد لون حلو. فاهمين قصدي يا بنات؟ وتقلبوا كده بقى في الاخر، تمام. نديله كده تقليبة. بعد كده خلاص انا بالنسبه لي كده، يعني انا مش عايزه يكون غامق عن كده. وبعد كده جبت قالب بقى هفضي فيه الكراميل. بصوا، اول ما هتحطيها هيتجمد كده، هتلاقوه جمد في نفسه عادي، تمام. احنا كده كده لما نيجي نقلبه بنحطه لمده دقيقه في ميه سخنه. هنجيب بقى الخلاط، ومعايا 6 بيضات، تمام، ونص كوبايه السكر التانية، وكيس فانيليا. هنحط بقى المكونات دي كلها نضربها الاول مع بعض كويس قوي. طبعا ما تنسيش الفانيليا، طريقة حلوة قوي قوي طبعا. يعني كلنا بنحب الكريم الكراميل، بس مش عارفة ليه بيفشل. يعني ليه كان مثلا في البدايات، انا من الناس اللي كان بيفشل معايا في البداية، ليه؟ رغم ان هو سهل، بس مع الوقت بقى والاستمرارية، وان انت تعملي الحاجة مرة واتنين وتلاتة هيبقى ناجح معاكي جدا. اهم خطوة ممكن تعمليها للكريم كراميل ان انت لازما قبل ما تحطيه في القالب كده انك انت تصفيه، لان بيبقى فيه رغوة وفيه حاجات لازما. بصي، وكمان بيبقى عليه وش كده كأنه رغوة، انت ده كله بتشيليه بالمعلقة، تمام. ما ينفعش ان انت تحطيه. بصي، الطبقة الاولانية دي كلها بتشيليها، بتحطيه في التلاجة لحد ما يجمد، يعني لحد ما يمسك في بعضه كده. قبل التلاجة احنا مش هنحطه في التوستر ولا ايه اللي انا بقوله ده. هتحطيه بقى، على فكرة بياخد وقت في الفرن، يعني ممكن بياخد معاكي ساعة الا ربع تقريبا. حطي بس شوية خل كده عشان ما يغيرش لون دايما الصينية بتاعتك سواء ألمونيا سواء تيفال، لازم تحطي شوية خل وتحطي مية مغلية زي ما انا عملت كده، وتدخليه الفرن. ما تفتحيش الشواية، بتفتحي الفرن. انا عايزة اقول لكم ان هو خد معايا حوالي ساعة الا ربع. فاهمين؟ بياخد وقت، مش اللي هو بيستوي على طول، لا، بتسلكيه كده، تمام. انا كده كنت حطيته في التلاجة وطلعته. لما مسك نفسه بتحطيه لمدة دقيقتين كده في مية سخنة، عشان الكراميل زي ما فهمتكم بيكون لازق من تحت، وتقلبيه. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي 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 قوي، حاجه كده ترطب القلب. بصوا، وفي نفس الوقت حلوه اقتصاديه، بجد بجد. عايزه اقول لكم ان هو كان حلو قوي 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 قوي، يعني طعمه حلو قوي. وبس كده.